السلام عليكم ورحمة الله. معاكم آية بركات من قناتي على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. طب دلوقتي كان في كذا حد كان بيسألني على الفونديشن. طب الفونديشن بتاعي خلص وجات لي مناسبة لا ما تعطليش، انا هقولك على الحل وان شاء الله الحل متجرب وانا جربته وطلعت بيه فرح ورقصت وضحكت ووشي عرق ومفيش اي حاجة ولا تشققات ولا اي حاجة. طيب الفونديشن بتاعك خلص، عندك ايه؟ ده طبيعي عند اي حد، يعني كونسيلر. يا اما بقى بيبقى استيك زي كده، يا اما بيبقى سائل. تمام، والاتنين هينفعوا. تعالي بقى اقولك تعملي ايه. تحطي بدل الفونديشن، ازاي تحطي كونسيلر بدل الفونديشن. طيب تمام، هنبدأ بقى بايه؟ يا اما برايمر يا اما هنحط كريم مرطب. طبعا ده كده على وشنا، انا هجرب على ايدي. تمام، هحط كده المرطب. طبعا هسيبه ينشف شويه. لازم تحطي مرطب، ليه بقى؟ عشان وشك ما يشققش. تمام. طيب حطيت كده، هحط بقى الكونسيلر. عايزه اجرب الستيك عادي مفيش مشكله. هحط بقى كده على وشي. تمام كده، وهدمج بقى بالفرشه بتاعتي. تمام كده، انا كده دمجت ايه كويس على قد ما اقدر. حلو كده. طبعا ده كده هيبقى على الوش، هيبقى دمج تاني غير ده كده. هتدمجي بقى على قد ما تقدري بالبيوتي بلندر. في بقى حد ما بيعرفش يستخدم الفرشه، البيوتي بلندر بتبقى اسهل بكتير. هتستخدمي كده اهو. طيب انا هثبت بايه بقى؟ هثبت ببودر، ده طبيعي. طب لو ما عنديش بودر هثبت بايه؟ طب يا جماعه احنا مش هنعطل، بودرة التلج عادي مش هتفرق يعني. بودرة التلج دي انا برضو مجرباها. بودرة التلج اهي، بودرة تلج زي بتاعت اللي هي بتاعت البيبي يعني. وهبدأ اثبت. تمام، بالظبط زي الفونديشن. طب لو انت بقى عندك كونتور وبتعرفي مثلا تخططي وتبرزي ملامح الوش وكده، ماشي حطي كونتور. وما فيش ايه، زي بالظبط الايه، زي ما بتدمجي الكونتور مع الفونديشن، هتدمجي برضو الكوندور مع الايه، مع الكونسيلر. بصوا ايدي بقت عامله ازاي، بصوا. طبعا ده على الوش بيبقى شكل تاني طبعا. بصوا الفرق اهو، بيبقى على الوش حاجه تاني زي بالظبط زي الفونديشن، مفيش اي فرق. تمام. طيب ولو انا مثلا ما عنديش مثلا اي شادو، او مثلا البلد بتاعتي اتكسرت، او عايزه درجات مثلا مختلفه، او طب هنعمل ايه؟ عندك الاي شادو، بديله ايه؟ بديله روجاجو، ده روجاجو. تمام. طيب هتعملي ازاي بقى؟ هتاخدي اللون بالتدريج. طبعا ده هتاخديه بالفرشه. هتاخدي كده من ورا، من اخر العين، هتقلي اللون، وبعد كده ايه، تنزلي عليه بخفيف. هيدي معاكي درجه تحفه فوق العين طبعا. هتقلي كده من ورا الاول، اللي هو من ورا العين، وهتطلعي بقى من ايه، من العين كده لقدام كده اهو تدريجي. طبعا هتدمجيه بفرشه الدمج اللي هي الفرشه المدوره الصغيره. طيب دمجتي كده خلاص، خلصت. هبدا بقى احط ايه، احط له اضاءه، هايلايتر. هحط له الاضاءه بالنص كده اهو، من نص العين. تمام. وهحط في مدمع العين برضو هايلايتر، وتحت الحاجب. هيدي شكل تحفه، جربوها مش هتندموا. انا جربتها في فرح تحفه بجد. يعني ما كانش حد مصدق ان ده اللي في وشي ده كونسيلر، مش كونتور او فونديشن. محدش كان مصدق ابدا، كانوا مفكرين ان ده كونتور وفونديشن الاتنين مع بعض. طبعا أنا عملت بقى الكونتور ازاي، لعبت بدرجتين. كان الدرجه دي الفاتحه، وكان في درجه برضو تانية غامقه من الكونسيلر. لعبت بقى بالدرجتين دول، برست وشي بدرجه غامقه، وحطيت الباقي درجه فاتحه على اساس ان هو فونديشن بالظبط. طيب انا خلصت كده. تمام. بصوا بقى فوق العين بيبقى تحفه، تخيلوا بقى المنظر، ولسه بقى رسمه العين وتركيب الرموش وكده. فحبيت افيدكم بحاجه انا جربتها، يا رب بس تعجبكم. جربوها مش هتندموا يعني، حتى لو هتجربوها في البيت مثلا.
مش هتندموا يعني، بجد تجربة تحفة. وانا وشي عرق كتير بس برضو كانت الدرجة ايه، كان ثابتة. بصوا كل شوية بتهدى ازاي، تحفة، حلوة قوي بجد. انا جربتها، بصوا الفرق اهو، شايفين الفرق اهي كده باين، تحفة بجد. يا رب الفيديو يكون فاتكم، وجربوا عادي مش هتخسروا حاجة. وبعدين ده مش استعمال يومي يعني، هو في المناسبات بس، لان الطبقة بتبقى سميكة، ما ينفعش استعمال يومي عشان البشرة ما تتعفش وما يجيلهاش مشاكل وكده. اتمنى اكون فدتكم في الفيديو، وانتظروني بفيديوهات تانية كتيرة، وباي باي.